قال الله عز وجل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ما السرابيل؟ السرابيل هي الثياب والملابس التي تلبس على البدن. الله عز وجل قال ايش؟ وجعل لكم سرابيل، أي ثياب تقيكم الحر. ولم يتكلم عن بعد طبعا تقيكم البرد، لكن معروف معهود. فهنا ملابس تقينا سواء من الحر او تقينا من البرد. فهنا تحمينا من ماذا؟ من حراره الشمس. طبعا هي تكون من قطن او ما شابه او من شيء خفيف او كذا. قال الله عز وجل: وسرابيل تقيكم بأسكم، أي ملابس تحميكم من السلاح وقت الحرب، كالدروع وما أشبه الذي كان يصنعها داود عليه السلام. طبعا هذه الدروع حديدية، الحين قلت لكم من صفائح كاملة، غالبا تكون ثقيلة على المقاتل والمحارب والمجاهد، وأحيانا تكون من نوع كسلاسل خفيفة كفنيلة لكنها من حديد، فلما يأتي السهم أو كذا فلا يدخل في ماذا؟ في هذا المحارب. ففي هذه الآية الله عز وجل امتن على عباده بأن جعل لهم اللباس والثياب من القطن وغيره الذي يدفع عنهم الحر وكذلك البرد، وجعلهم دروعا تقيهم حال الحرب فلا ينفذوا السلاح إلى أجسامهم لكي يشكروا نعمة الله عز وجل بالإيمان بالله وحده. قال: تقيكم بأسكم. ما معنى بأسكم هنا؟ أي مقصود به الحرب.